عندما بلغ مشروع السيتي ذروته في الإنفاق وكانت أموال الخليف توزع على وكلاء اللاعبين لإغرائهم، اعتقدت جماهير ليفربول لحظة أن كلوب هو المخلص من هذه الكوابيس، في وقت كانت صفقات البارسا المشبوهة منها والنظيفة توقع فوق الطاولات وتحتها. لم يشفع القاضي الرياضي ليوفنتوس ليكون عريسا لليالي الباردة، ورغم تحقيق السداسية لم يكن جيل البايرن الذهبي ذهبيا سوى في تلك الثمانية المحققة. نظرات العالم وجهت لشخص واحد كان اسمه زين الدين زيدان. فشل رافائيل بينيتيز مع ريال مدريد كان لابد أن يكون قائد السفينة شخص يعرف جيدا ما الذي يقوم به ويعرف جيدا كيف يحتوي غرف الملابس، شخص يكون أكبر من اللاعبين حتى لو اعتقدوا أنهم عظام سيضطرون للخضوع أمامه. جاء زين الدين زيدان ليدرب ريال مدريد ومعه كسرت أرقام كانت بالأمس القريب كشبه المعجزات إن تحققت. فاز على البايرن وباريس بأسينسيو وفاسكيز كأجنحة، حقق ألقابا على الليفر واليوفي وأتلتيكو مدريد، متجاوزا بين الدور والآخر كل عمالقة أوروبا الحقيقيين وممن وصفوا عبثا بكبارها ومن صنفوا صدفة ضمن الكبار. جاء الرجل ليقود مرحلة انتقالية في ريال مدريد، فكان قدومه كوباء أصاب أوروبا، شلت معه أقدامهم وعجزت أيادي حراسها على رد أهداف مهاجميها. حقق اللقب الأول فقالوا حظ، ثم الثاني فقالوا لم يقابل الكبار، ثم الثالث فقالوا طفرة مدرب، ثم غادر في صمت بعد أن كتب تاريخ، تاركا الجميع من خلفه باحثين عن نقطة من تاريخها. فعجزت من بعده ليفربول أن تحافظ على اللقب، وكانت أقدام تشيلسي ترتعد وهي تواجه إرثه المتروك، وحققت السيتي بعد أكثر من 10 من الإنفاق أول ألقابها، والنتيجة واحدة مهما أن حاولوا تزييفها. نريد الاحتفاظ باللقب كما فعل زين الدين زيدان مع ريال مدريد.